تعال احكي لكم قصة سريعة. أنا دكتور نسرين، عندي 41 سنة، شغالة دكتورة أوعية دموية في إحدى المستشفيات الكبيرة قوي في مصر الحكومية. اتجوزت جوازة تقليدية جدا، ما كانش فيها لا حب ولا كان فيها مشاعر ولا فيها أي حاجة. وفي الحقيقة حظنا في الحمل ما كانش أحسن حاجة خالص. قعدنا 3 سنين بنعافر إن احنا نجيب بيبي، بس للأسف ما كناش عارفين لحد ما وصلنا للحقن المجهري. والحمد لله في وقت ما ربنا أكرمنا بسامر، وسامر كان حتة من قلبي أنا وباباه. عارفين الطفل اللي بيجي بعد تعب قوي ده بيبقى له طعم تاني خالص. وفي الحقيقة أنا وباباه ما كناش أحسن حاجة مع بعض، وزي ما دخلنا بالمعروف برضو خرجنا بالمعروف. وهو شاف حياته بعد ما انفصلنا ب2 سنين اتجوز، وأنا في الحقيقة كل حياتي كانت عبارة عن سامر والشغل. وبصراحة باباه ما كانش بيقدر يستغنى عنه خالص، كان بيشوفه مرة مرتين في الأسبوع، وأحيانا كان بيروح يبات عنده في البيت مع مراته. وفي الحقيقة مراته كانت ست كويسة جدا، يعني بنت ناس وبنت أصول، وأنا عمري ما خفت على ابني معاها. لحد ما في وقت ما جالي بعثة في الإمارات، وكانت البعثة مدتها 1 سنة، وأنا من زمان وأنا نفسي تجيلي البعثة دي بالذات. وفي الحقيقة الموضوع كان صعب عليا قوي، لأني ما كنتش عارفة هعمل إيه في سامر. وأول حد جه في دماغي باباه، قلت له إن أنا عايزة أديلك سامر لمدة 2 بس، لحد ما رستق أموري وأظبط سكن وأجي أخده وهيعيش معايا مفيش أي مشكلة. لكن مع الأسف بحكم شغله اللي هو كان من الصبح لحد بالليل، وإن مراته كانت في الفترة دي حامل وحملها كان صعب قوي، كان صعب قوي إن هما ياخدوا طفل عنده 3 سنين ونص. وفي الحقيقة ما كنتش هعرف أودي ابني عند بابايا ومامتي، لأنهم كانوا كبار جدا في السن. مامتي 74 سنة وبابايا 75 سنة، استحالة يقدروا يتحملوا مسؤولية طفل 3 سنين ونص. وفعلا أنا كنت مقررة إن أنا مش هسافر السفرية دي، لحد ما أخويا الكبير قال لي خلاص هاتي ابنك عندنا ويتربى مع العيلين، و2 مش كتير. مراته ما كانتش مرحبة قوي في الأول، وده كان باين قوي من كلامها، يعني مش بتتحايل، مش بتقولي هاتيه مفيش مشاكل. وانا لما لقيت طريقتها كده بصراحة قلت له لا 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 خلاص، انا هحاول اتصرف او هحاول ان انا الغي الموضوع كله مفيش مشكلة. لكن في قعدة تانية هم جم عندي البيت، والست غيرت طريقة كلامها خالص، وقعدت تقولي ده سامر ده حبيب قلبي، هو يعني كان هياكل من اكلي؟ ما هياكل من نفس اكل العيال وهيشرب من شربهم، ولا هيزودنا حتة ولا هينقصنا حتة، ده هيسليني. حاجة كانت مخلياني طول الوقت خايفة، بس قلت مفيش مشكلة، ده أخويا والخال والد. وقد كان سافرت، وكانت الأجازات الرسمية عندنا سبت وحد، والسبت والحد كنت طول الوقت أنزل أدور على سكن. في البداية كنت فاكرة الموضوع سهل إن أنا أقدر أبعد عن ابني الفترة دي، بس قررت إن أنا مش هقعد استنى 2 وهنزل أدور على سكن. وكنت بكلمه كل يوم صوت وصورة كل يوم. ويوم السبت كلمته الصبح قبل صلاة الظهر، وكلمت اخويا وكلمت ولاد اخويا وكلمت مراته واطمنت عليهم كلهم، وقلت له ان انا نازله اشوف السكن النهارده، وهكلمكم على بالليل اقول لكم انا عملت ايه. ونزلت فعلا دورت على السكن وصورت كل الاستوديوهات اللي انا لقيتها علشان ابعتها لاخويا واشاركه الراي. بالمناسبه انا واخويا كنا قريبين جدا من بعض، واي زنقه كانت بتحصل له ماديه او نفسيه او في حياته الزوجيه كان بيجي يتكلم معايا، ومعظم الحاجات انا كنت بتدخل فيها وبحلها له. ويوم السبت دخلت بالليل على الساعة 9، طلعت كلت وصليت وبكلم أخويا من أول بالليل لحد الساعة 3 الفجر ما بيردش عليا. كان مر وقتها على سفري 2 أسبوع، ويوم الحد كان أجازة، وقعدت لحد من أول ما فتحت عيني لحد بالليل بتصل عليه مفيش رد. حجزت تيكت طيران، وكانت أقرب طيارة موجودة الساعة 5 الفجر. وصلت القاهرة على الساعة 8، روحت بيتي حطيت شنطي ويا دوبك نزلت على الساعة 9:30 وصلت عند أخويا. من أول ما دخلت الشارع وكانت بالنسبة لي الصدمة، الناس كلها متجمعة عند بيت أخويا. وعامة أخويا متجوز في نفس الشارع اللي بابايا ومامتي عايشين فيه، اللي احنا كبرنا فيه، واحنا الشارع بتاعنا كله عبارة عن أهالي كلنا عارفين بعض.
ومن أول ما دخلت الشارع والناس عمالة تطبطب على كتفي وتقولي شد حيلك، ولقيتني فجأة بصرخ وقعت من طولي. سامر ميت يوم السبت الساعة 7. سامر اتغسل واتكفن واتدفن وانا مش موجودة. ابني يوم الحد اخدوا عزاه وانا مش موجودة. وفي الحقيقة ما كنتش عارفة انطق. بعد يوم كامل ما بفتحش بقي، ما بتكلمش، ولا اخويا ولا مرات اخويا عرفوا يظهروا قدامي. شايفاهم بس محدش فيهم قادر يجيلي. ابني خايفة، بس قلت مفيش مشكلة، ده اخويا والخال والد. وقد كان. سافرت، وكانت الاجازات الرسمية عندنا سبت وحد، والسبت والحد كنت طول الوقت انزل ادور على سكن. في البداية كنت فاكرة الموضوع سهل ان انا اقدر ابعد عن ابني الفترة دي، بس قررت ان انا مش هقعد استنى الشهرين وهنزل ادور على سكن. وكنت بكلمه كل يوم صوت وصورة، كل يوم. ويوم السبت كلمته الصبح قبل صلاة الظهر، وكلمت اخويا وكلمت ولاد اخويا وكلمت مراته واطمنت عليهم كلهم، وقلت له ان انا نازله اشوف السكن النهارده وهكلمكم على بالليل اقول لكم انا عملت ايه. ونزلت فعلا دورت على السكن وصورت كل الاستوديوهات اللي انا لقيتها علشان ابعتها لاخويا واشاركه الراي. بالمناسبه انا واخويا كنا قريبين جدا من بعض، واي زنقه كانت بتحصل له ماديه او نفسيه او في حياته الزوجيه كان بيجي يتكلم معايا، ومعظم الحاجات انا كنت بتدخل فيها وبحلها له. ويوم السبت دخلت بالليل على الساعة 9، طلعت كلت وصليت وبكلم أخويا من أول بالليل لحد الساعة 3 الفجر ما بيردش عليا. كان مر وقتها على سفري أسبوعين، ويوم الحد كان أجازة، وقعدت الحد من أول ما فتحت عيني لحد بالليل بتصل عليه مفيش رد. حجزت تيكت طيران، وكانت أقرب طيارة موجودة الساعة 5 الفجر. وصلت القاهرة على الساعة 8. روحت بيتي، حطيت شنطي، ويا دوبك نزلت على الساعة 9:30 وصلت عند أخويا. من أول ما دخلت الشارع وكانت بالنسبة لي الصدمة. الناس كلها متجمعة عند بيت أخويا، وعامة أخويا متجوز في نفس الشارع اللي بابايا ومامتي عايشين فيه، اللي احنا كبرنا فيه، واحنا الشارع بتاعنا كله عبارة عن أهالي كلنا عارفين بعض. ومن أول ما دخلت الشارع والناس عمالة تطبطب على كتفي وتقولي شد حيلك، ولقيتني فجأة بصرخ وقعت من طولي. سامر ميت يوم السبت الساعة 7. سامر اتغسل واتكفن واتدفن وانا مش موجودة. ابني يوم الحد اخدوا عزاه وانا مش موجودة. وفي الحقيقة ما كنتش عارفة انطق. بعد يوم كامل ما بفتحش بقي، ما بتكلمش، ولا اخويا ولا مرات اخويا عرفوا يظهروا قدامي. شايفاهم بس محدش فيهم قادر يجيلي. ابني واقع على السلم، جاله ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة. محدش خد باله لدرجة ان جار من الجيران هو اللي خبط وقال لهم الولد وقع على السلم. حتى الطفلين ولاد خاله اللي وقع معاهم محدش فكر يقول سامر وقع الحقونا. انا ابني ميت بقاله 8 سنين. 8 سنين عينيا ما جاتش في عين اخويا مرة، ما قدرتش اكلمه مرة. طلق مراته وحاول يجي يراضيني باي شكل، ما قدرتش. ابوه حتى ما جاش رمى اللوم عليا في مرة. بس انا طول الوقت شايله ذنب ابني في قلبي، بقول يمكن لو ما كنتش سافرت ما كانش مات، وارجع اقول ان ده قضاء وقدر وده عمره ودي ساعته. انا بحكي لكم القصه دي ليه؟ لاني اول مره ما بقاش عارفه الغلطه عند مين. هل الغلطه عند الام اللي جريت ورا اكل عيشها علشان خاطر تاكل نفسها وتاكل ابنها، لان مفيش اي مصدر تاني تقدر تعيش بيه حياه كويسه غير ده؟ ولا ارمي اللوم على الاخ اللي كان عنده امانه وما قدرش يحافظ عليها؟ ولا ارمي اللوم على الاب اللي مرضاش ياخد ابنه علشان ابنه التاني اللي جاي في الطريق، وانه ما عندوش سبيس ان هو يشيل ابنه لمده شهرين؟ ولا ارمي اللوم على مرات الاخ؟ بصراحه مش عارفه، بس اللي اقدر اقولهولك ربنا يصبرك
وهتقدري تعيشي حياتك. مش هتقدري تنسي، لأن الضنا عمر ما في حد بيقدر ينساه، ولو بعد حين. والبني آدم لو ساعته جت كل الأسباب بتقف. فحتى لو ابنك كان معاكي وفي حضنك كان هيموت في نفس الساعة. ربنا يرحمه. وعلى فكرة القصة دي منقولة. تعال احكي لكم قصة سريعة. أنا اسمي يارا وعندي 38 سنة. أنا من محافظة اسكندرية. أنا عشت حياتي كلها مخدوعة في شخص ومأذية من شخص. الموضوع بدأ وأنا شغالة في ريتيل. كان براند ملابس معروف جدا في اسكندرية. اتعرفت فيه على المانجر بتاع الستور وبدأنا نحب بعض. طبعا كان بيتعامل معايا بمنتهى اللذاذة في الأول، وأنا كمان ما كنتش من البنات اللي بيضحك عليها بسهولة. مع الوقت مشينا في البروسس الطبيعية، الأهالي تعرفت على بعض، بدأنا نقرأ فاتحة لحد ما جهزنا نفسنا واتخطبنا وأخدنا شقتنا. وكانت معافرة كبيرة جدا أخدت مننا 4 سنين. وعلى الرغم من المشاكل اللي كانت بتحصل ما بيننا أو كانت بتحصل ما بين أي 2 مرتبطين، ما فكرناش ولا مرة نسيب بعض، ولا مرة كان تفكيرنا أو قرارنا في إن احنا لازم ننهي العلاقة دي. بالعكس، كنا بنكمل وكنا مأمنين إن احنا كده كده هنوصل. وقتها كان عندي 23 سنة وهو كان عنده 26 سنة. ويمكن أنا كنت من أسعد البنات اللي موجودة في الدنيا. واحد خايف عليا، بياخد لي قراراتي، وقراراتي كلها في الصميم، في الجون. كان بيساعدني ان انا اكون في شغلي احسن، كان بيساعدني ان انا كان شكلي يبقى احسن، كان بيوديني اماكن عمري في حياتي ما رحتها. كنت البنوتة اللي اتعرفت على شاب عيشها وورالها الدنيا من اول وجديد. ووقت ما اتجوزنا كانت من اسعد لحظات حياتي. مش انا لوحدي، انا وصحابي وعيلتي وكل الناس اللي كانت قريبة مننا. بس بعد الجواز فعلا كل حاجة بتبدأ تظهر واحدة واحدة. زي ان انا ما كنتش اعرف ان هو مهووس بالافلام وده كان مرض، كان مرض كبير جدا عنده. مرة اكتشفت بالصدفة، ومرة من الهيستوري بتاعت اللابتوب بتاعه، مرة من الموبايل، مرات كتيرة لحد ما اتأكدت. وفي البداية اتكلمت مع أمي وصحباتي وناس قالت لي ان ده عادي، يعني كل الشباب بتعمل كده. ولكن الموضوع كان زعجني جدا لدرجة ان انا ما كنتش بتقبل حتى فكرة ان انا انام جنبه في مكان واحد. واتكلمت معاه في الموضوع بمنتهى الهدوء، وقال ان القصة دي عمرها ما تتكرر مرة تانية. ومن هنا بدأت أشك إن هو ممكن وارد إن هو يبقى بيخوني بمنتهى السهولة. بدأت أركز مع تليفونه كويس جدا. بدأت أتراك الموبايل بتاعه عن طريق ابلكيشن موجود عندي وعنده في الآيفون. وفعلا تحركاته ما كانتش بنفس الطريقة اللي هو كان بيبلغني بيها. يعني لو هو موجود في مول بيقولي إن هو موجود عند أخته، لو هو في مكان أو في منطقة معينة جوه اسكندرية بيبلغني إن هو في مكان تاني خالص. ومن هنا بدأت أشك، بدأت أحفر وراه في كل حاجة، بدأت أشوف كل السكك اللي ممكن تخليني أعرف أهكر التليفون بتاعه علشان أهكره. وفعلا واحدة صاحبتي من أيام المدرسة يشاء القدر إن احنا نتجمع مرة تانية بالصدفة في مكان ما، لما أنا وهو كنا سهرانين سوا. وكانت بتحكي لي قصة انفصالها حصلت ازاي، وقالت لي إن هي كانت مهكرة تليفون خطيبها. وفعلا هكرت التليفون وعرفت أركب موبايله صوت وصورة. مش هقدر أقول غير لو في 7 أيام في الأسبوع منهم 4 أيام هو فيهم مع 4 بنات غيري. وطبعا ما اتكلمتش وما قلتش أي حاجة. كل اللي أنا قلته إن أنا عايزة أتطلق. والكل يسأل إيه السبب؟ مش عايزة أتكلم في السبب، بس أنا عايزة أتطلق. لدرجة إن هو اتجنن. هو أنتي كويسة؟ هو أنتي إيه اللي حصل؟ ما إحنا كويسين، ما إحنا تمام. كانت بجاحة مطلقة. لحد ما جه لوحده في وقت من الأوقات قعد اتكلم معايا وقال لي انا غلطت غلطات كتير قوي، وصاد الغلطات دي انا جاي اقعد معاكي واعترف لك بكل حاجه، بس انا مش هقدر اسيبك. وساعتها ما قلتلوش ان انا مهكره التليفون بتاعه اصلا. وهنا قررت اديله الفرصه التانية، بس برضو ما قلتلوش ان انا مهكره التليفون لحد ما اشوف هيعمل ايه. فعلا قعدنا حوالي 2 شهر بيحاول يقطع علاقته بكل الناس اللي يعرفها كلهم، سواء بنات سواء ولاد بتوديه لي البنات، سواء اي حاجه ممكن تبقى غلط بتحصل في الدنيا. لحد بعد 2 شهر صحيت من النوم يوم الجمعة بعد الصلاة، لقيته مش جنبي في السرير. كان في حاجة في الموبايل بتخليني أتشك على اللوج بتاعه. دخلت لقيت فيه مكالمة لحد معين. الحد ده كانت بنت من ضمن البنات اللي كان بيكلمها كتير قوي في الفترة اللي فاتت. وهنا
كنت بتراك اللوكيشن بتاعه، ورحت عند اللوكيشن، بس اللوكيشن عمارات كتير ومكنتش عارفه اعمل حاجه لحد ما لقيته نازل من العماره. عملت خناقه كبيره جدا في الشارع، قعدت اشتمه شتايم كتير جدا في الشارع، وبدا يقول لي اهدي اهدي مفيش حاجه، انا من امبارح عند صاحبي، تعالى وريني صاحبك. عطل لحد ما جه لوحده حكالي كل الحكايه، وريته ان انا معايا الاكاونت بتاعه مفتوح عندي على الموبايل. وهنا قررت اتطلق، واتطلقت. وبعد محاولات كتير جدا مني للرجوع معرفتش ارجع مرة تانية، ومعرفتش ارتبط بواحد تاني للمرة التانية. فقدت ثقتي بكل الرجالة اللي موجودة في الدنيا. انا بحكي لكم الفيديو ده ليه؟ الخيانة مش مبررة، والكذب برضو مش مبرر، ولكن النصيحة الأكيدة اللي أقدر أقولها إن في حاجات مش لازم نشوفها، في حاجات مش لازم ندور عليها. كان دايما في مثل بيقول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، لأن الخفايا دايما بتكون صعبة. على الرغم إن في ناس عندها أسرار أو حاجات مخبياها ممكن توجعك، بس أنا لو مكانك هختار إن أنا معرفهاش. في حاجات لو فضلنا مركزين فيها أو عارفينها مش هنعرف نكمل الدنيا. فنصيحتي ما تدورش.